أهلا وسهلا فيكن مع صيادية سمك والصوص بطحينة والبقدونس والليمون. تفضلوا معنا لنشوف المقادير مع بعض. كتير طيبة الأكلة. عنا كيليين سمك فيليه، طبعا أنا حأستخدم منه للصيادية والباقي بقليهم على جنب. عندي 4 كاسات رز بسمتي، كيليين بصل مقطعتهم من قبل شرائح، عندي ليمون، توم، كمون، كزبرة يابسة، هيل وفلفل أسود وملح وبابريكا. وهلأ رح نتبل السمكات. حطينا الليمونات، حطينا التومات، وبناخد شوي من كزبرة اليابس. أول شي البصل بنحط شوية بصل من اللي قطعناه، بناخد منه شوي، بنحط رشة كزبرة يابسة، وبنحط كمان كمون، بنحط البهارات الثلاثة وشوي من الملح. مثل ما شايفين، ونبلش نحرك فيهم. ونسيت لكم في عنصر مهم، هو زيت الزيتون، رح ناخد منه بمقدار معلقتين، وبنحرك فيهم هيك لتصير عنا كلياتهم مشربين بالتتبيلة. هلأ بدنا نروح على الطنجرة، بنحط شوية زيت. طبعا أنا خلطتهم بين زيت زيتون وبين زيت أبيض. بنبلش نقلي البصل، بدنا نقليهم طبعا ليصيروا هيك لونهم سمر، بس ما بنحط الكمية كلها، بنقلي شوي شوي مشان يطلعوا قرمشين معنا. وهلأ هيك بعد ما قلينا البصل هيك بدي لونه، بنبلش نقلي شرحات السمك، كمان بنقليهم بنفس الزيت. بدنا شرحات السمك تاخد طعمة البصل. وهلأ بعد ما قليناهم بدنا نروح للطبخة. بنحط قسم من البصل بسفل الطنجرة مثل ما شايفين، بنوزعهم هيك. وهلأ بعد ما انقلوا السمكات عنا رح نبلش نصفهم بطريقة مرتبة. هلأ بعد ما صفيناهم كلهم رح نرش فوقهم الكمون والكزبرة اليابسة والفلفل وملح. لقيت الكمونات قلال، رجعت زدت لهم شوية كمون، لأنه هو الكمون اللي بيجيب نكهة الصيادية. وهلأ بدي أحط فوقهم شوية مي منشان يغلوا شوي مع بعض لحتى أخذ اللون اللي أنا بدي إياه. البصل بيعطي لون الصيادية. وهلأ حطينا الرزات بعد ما غسلناهن، وبعد ما غلت غطيت على الطنجرة وبتركها لتستوي. هلأ صارت عندي صيادية جاهزة، وزينتها بباقي البصل يلي قليته من قبل. وشوفوا لي هالمنظر، عن جد والطعم كتير طيب. وأهلا وسهلا فيكم بقناتي الجديدة، ولا تنسوني من اللايك والتعليقات. أهلا وسهلا فيكم.